ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون طريقة عمل كشري المصري على طريقة مامتي الله يرحمها، وانا طبعا اخدت منها الطريقة وبعملها من سنين كتير طويلة يعني. قلت احنا خلاص في شعبان، وقلت اعمل كشري عشان ما بناكلش كشري قوي في رمضان، فاتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة وتعجبكم وتقولولي رأيكم في التعليقات. ويلا بينا على المقادير. معايا هنا بصل متقطع شرايح، معلهوش ولا نشا ولا دقيق ولا اي حاجة، مقطعاه بس كده. وطبعا العدس اللي بجبة، انا بستخدم حاجة الضحى بحبها يعني، الجودة بتاعتها كويسة. وحمص الشام ومكرونة سباكيتي ومقصوصة اللي هي الصغيرة المرمرية دي. وطبعا رز مصري وحمص الشام وملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وصلصة الطماطم طبعا. انا بصوا هنا بوريكم البصل ان هو معلهوش ولا اي حاجة. في حلة بقى هحط كمية كتير شوية من الزيت، لان الزيت اللي انا هستخدمه دلوقتي كل الكمية دي اللي هعمل بيها الطبخة كلها، تمام؟ يعني مش هنستخدم زيت تاني ولا حاجة. فبحط كمية كبيرة هي دي اللي هحمر فيها البصل اول حاجة. لما الزيت يسخن كويس جدا ننزل في البصل، ما نحطيش الزيت والبصل والزيت بارد، لازم الزيت يكون سخن كويس جدا. هننزل بكمية البصل كلها وهبتدي احمره واقلبه على طول كل شوية لغاية لما ياخد معايا اللون الذهبي، وزي ما قلتلكم من غير ولا اي اضافات خالص. بفضل اقلب في البصل لغاية لما ياخد معايا اللون الذهبي ده، وببتدي اطلعه على مناديل، او لو عندك مصفى تكون ستانلس او حاجة يفضل يبقى احسن يعني من المناديل، علشان ينشف ويقرمش كويس ويبقى تمام كده. بصوا اهو البصل مقرمش وزي الفل، هسيبه بقى على جنب خالص لغاية لما اكمل باقي الوصفة. دلوقتي ده الزيت اللي انا حمرت فيه، وباخد شوية من البصل برضو بكمل بيه الاكل. بحط العدس على الزيت والبصل اللي انا حاطه شوية من البصل المقرمش ده مع العدس يعني، تمام. وبعدين هبتدي اشوح العدس لغاية لما العدس ده مغسول ومنقوع، انا قعدته بتاع 3-4 ساعات كده، مش من بالليل للصبح، تمام؟ علشان لما ولا بسلقه، عشان لما بسلقه برضو بيقشر كده وبيبقى العدسية بتخرج برا القشرة، تمام. فانا نقعته يعني من 2-3-4 ساعات بالكتير قوي يعني، وبشوحه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بنزل عليه بملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، وبشوح العدس بقى كده بحيث ان هو ياخد من طعم البصل والزيت والتوابل اللي انا حطيتها. وبعد كده ببتدي اغطيه بالمية وبسيبه يستوي 3/4 سوا، ويبقى بس معاه شوية يعني على قد سوا الرز، يعني يبقى 3/4 سوا تقريبا. لحد بقى ما العدس يستوي هبتدي اعمل الصلصة، ده برضو نفس الزيت اللي حمرنا فيه البصل. زي ما قلتلكوا هنعمل الاكلة كلها بنفس الزيت ده، فاي زيت هستخدمه هيكون هو الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. هنا حطيت معلقة توم يعني حلوة كده كبيرة، وبشوحها لغاية لما التوم يطلع الريحة بتاعته. ولما التوم ياخد اللون الذهبي ده كده، ذهبي فاتح عشان ما يتحرقش مننا، بحط عليه كمية من الخل وبقلبه. وبعد كده بنزل عليه بعصير الطماطم، وبحط لها معلقة من الصلصة علشان الطماطم عادة بتبقى لونها فاتح. وكمان بحط لها الهريسة بتاعت هاينز حلوة جدا، بتبقى بدل الشطة يعني، ما بعملش شطة بقى خلاص، بحط كمية محترمة من الهريسة بتاعت هاينز حلوة قوي وبتشطشط الصلصة وبتبقى جميلة، وملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة. وبقلبها وبسيبها بقى لغاية لما تتسبك وتتقل. انا بقى الدقة حطيت كمية من التوم وعليها زيت، وبصوا انا مالية نص البولة تقريبا، او يعني اقل من نص شوية خل، وبنحط برضو ليمون وكزبرة وملح وفلفل وكمون.
وكده خلاص هي جاهزة، هسيبها برضو على جنب وبتتقدم مع الأكل بقى ايه اللي عايز يحط. نرجع بقى للعدس والكشري نفسه. بصوا هو كده خلاص بقى 3/4 سوا. بصوا محافظ على العدسية محافظة على نفسها، ولا اتفتحت ولا قشرت ولا حاجة، ولونه جميل. هبتدي بقى انزل بالرز مغسول كويس ومتصفي، وبنزل بديله تقليبة كده برضو مع العدس، يعني بشوحهم مع بعض تاني، وبعد كده بزود لهم شوية مية وبيكمل سوا، بتسويه زي الرز عادي بقى خالص. هنا كده بعد ما زودته المية وبدأ يشربها، وهنقله على العين بقى الصغيرة، عين هادية خالص، عين بوتاجاز هادية خالص، وبحطله اللي هو الشياطة دي، وبيتسوى زي الرز عادي خالص. هنا سلقت الحمص واستوى، وعملته برضو سقيته بشوية زيت. كده خلاص كل حاجة، سلقنا المكرونة كمان وكل حاجة تمام. بصوا الكشري طالع مفلفل والرز واخد من لون العدس وكله تمام، وبجد طعمه حلو قوي، ان شاء الله هيعجبكم يعني. هبتدي بقى برص الكشري الاول اللي هو العدس والرز، وبعدين المكرونة، والترتيبات بقى دي بتاعت الغرف كل واحد وذوقه. وهو ده كان الكشري بتاع النهاردة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وبإذن الله مستنية رأيكم في التعليقات، تجربوا الطريقة دي وتقولولي رأيكم ايه. ولو حد عنده بقى طريقة تانية تكون لذيذة برضو يقولنا عليها في التعليقات. اشوفكم على خير بإذن الله الفيديو الجاي، مع السلامة.